اول لقطه من الفيلم هتلر اللي غادي نسميوه عبد الهادي كيفيق من النعاس وكيبان طايح في الارض وسط شي غابه، كيشوف الفوق في السماء وما كيلقاش الطيارات ديال العدو، وقال مع راسو يمكن مشاو يرتاحوا شويه واحد الكره كتم جاي لجهته حتى كتوقف حداه. من بعد وقف وبدا غادي يجي واحد العماره ورا الشجر، هما يجيو عنده 3 ديال الدراري صغار وبداو كيسولوا واش هو لاباس. كيشوف فيهم هو فرحان وكيقول في خاطرو هادو هما المستقبل ديال البلاد. ومن بعد سولوا مع الطريق اللي كتخرج للشارع. في ديك اللحظه واحد الصحفي سميتو فابيان كان كيصور واحد الروبورتاج على دوك الدراري اللي كيلعبوا تما، وعبد الهادي كيبان في الكادر ديال الكاميرا هز كاسكيطه وقال خاصو يمشي للقصر ديالو. ملي تم قاطع الشارع ما فهم والو ملي شاف الناس راكبين على بيكراج برويده وحده. شويه الناس شافوه وبداو كيصوروه بالتليفونات ديالهم وهو ما فهم والو، كيبانوا ليه بحال شي حماق دايرن به. بدا كيقيس الطوموبيلات اللي ما فايتش اللي شاف بحال داك الديكور من قبل، وبدا كيتسائل ياك ما طاح في شي غيبوبه وفاتو لحظه الانتصار في الحرب. تما عرف بلي شي حاجه ماشي هي هذيك وقرر يجمع معلومات باش يفهم الوضع. سول واحد الراجل على القصر الحكومي ولكن الراجل بقى كيضحك وقال له عافاك نتصور معاك. جمعوا عليه الناس حتى عماو بالفلاشات ديال التصوير والسيلفيات وهو غير كيشوف داكشي وحال فمو. وهو كيتمشى سمع واحد المراه كتهضر في التليفون، بدا كيقرب ليها وسول على التاريخ ديال داك النهار، ولكن غير شاف جوج خلعات ورشش عليه بالسبراي ديال الحار عماتو في عينيه، ضروه بزاف ولاو حمرين. خلاها وتم غادي كيدهصص حتى وصل لواحد الكيوسك. مشى نيشان هز الجورنال باش يشوف التاريخ، ولكن غير بانت له 3 اكتوبر 2014 هو يتصدم وسخف طاح في الارض. في ديك الوقيته كان رئيس واحد القناه تلفزيونيه كيعطي الترقيه لواحد السيده سميتها كاتيا بيليني اللي ولات هي المديره في بلاصه كريستوف. هادشي اللي خلى داك كريستوف يتقلق بزاف. مشى للبيرو ديالو وبدا كيفرغ الغضب ديالو في واحد ستاجير سميتو فابيان وجرى عليه من الخدمه. شويه عبد الهادي ضربته الفيقه ولقى راسو داخل في الحانوت. عاود سول مول الحانوت على التاريخ واكد ليه باللي بصح راه 2014. عبد الهادي بدا كيشك وقال ياك ما هادشي خدعه دايرها ليه العدو. بدا كيهدد مول الحانوت باش يقول له الحقيقه، ولكن مول الحانوت بقى كيضحك وعطاه شوكولاته. بزز باش حلها وبدا كيشمها وسولو واش باقي عندهم المجاعه. مول الحانوت سحب له غير ممثل وقال ليه باللي كيشبه بزاف لهتلر، وعبد الهادي جاوبو باللي راه هو نيت هتلر. فاش شاف عنده جريده تركيه تما دخلوا العجب ملي عرف باللي كاينين اتراك بزاف في برلين. في ديك الوقيته كان داك ستاجير فابيان جالس في بيته كيبكي حيت جراو عليه وكيشوف الفيديو اللي صوره في الصباح. مو دخلت عنده باش تواسيه وبدات كتفرج معاه. شويه تقول له حبس الفيديو بالزربه حيت بان ليها شي واحد دايز موراه فحال هتلر. بقاو حالين فمهم في الشمال الكبير اللي كاين عند داك الراجل. داك مول الحانوت قال لعبد الهادي لا بغى يخليه يبات تما خاصو يخدم معاه، وقال له نخرج السلعه ستفا قدام المحل. وعبد الهادي ما عجبوش الحال حيت خاصو يخدم تما. فاش خرج برا مول الحانوت بدا كيشم فيه وقال له مالك على هاد الحاله كتقبص، وقال له ضروري تمشي للمصبانه يصبنوا لك هاد الحوايج راه غادي تجري ليا على الكليان. فاش مشى حط لهم الحوايج يتصبنوا وطلبهم يعطيو شي حوايج اخرين يلبسهم بين ما وجدوا ليه حوايجو. عطاو سروال وتريكو وما كانش حامل راسو فيهم. فاش رجع للحانوت لقى ستاجير تما كيساينو وطلب منه يصور معاه فيلم وهو كيتمشى في المانيا الحديثه. عبد الهادي عجباتو الفكره ووافق. فابيان مشى كيجري عند مو وخذ من عند الفلوس والطوموبيل ديالها باش يقدر يبدا الرحله ديالو مع عبد الهادي. دخلوا لواحد الاوتيل وعبد الهادي بانت له التلفازه وتصدم كيفاش الصندوق كيبين التصاور وكيهضر. بقى جالس كيتفرج وهو اقترح على فابيان يديروا فيلم على السياسه. تما بداو كيدوروا وكيسولوا الناس على الراي ديالهم في السياسه، والاجوبه ديال الناس بينوا ليه بلي ما راضيينش على الوضع والديمقراطيه غير هضره، وبداو كيعاودوا ليه على المشكل ديال المهاجرين ويقول لهم شتي ها علاش كنت كنقول لكم العرق الاري. من بعد وصلوا لواحد المزرعه. عبد الهادي شاف الكلاب تما وبقى كيلعب معاهم حتى كرش عليه بواحد العضه وما حس براسو حتى جبد السلاح وشير في الكلب. فابيان بالزربه داه من تما وحيد السلاح. كملوا الرحله ديالهم ولكن فابيان تقاداو ليه الفلوس وهي تجي واحد الفكره. مشاو داروا الحلقه يحسب لهم غير جامع الفنا وبدا كيقول للناس اجيو يرسمكم عبد الهادي. والسيد تيق راسو ودار فيها دافينشي وبدا كيشخبط تما تكون غير دري صغير كيلعب. واخا هكاك الناس عجبوهم التصاور وخلصوا حيت خسرهم غير بالضحك. ومن بعد ما دخلوا شويه الفلوس مشاو كملوا الرحله ديالهم. فاش سالوا التصوير فابيان رجع للقناه وورا الفيديو ديال عبد الهادي للمدير وقال له راه جاب الملايين ديال المشاهدات ملي حطوا في يوتيوب. كريستوف عجبو الحال وقال له جيب لي داك خونا دابا. فاش تلاقاه كريستوف دخلوا الشك وقال لفابيان ياك ما هاد خونا حماق ومطلع علينا، وقال له يخرجوا عليه هو وياه. ولكن عبد الهادي خلاهم كيهضروا ومشى حل الباب ودخل لمكتبه المديره وبدا كيقول لها تعاونوا ينقذوا المانيا. وهي غير كتشوف فيه طاحت عليها واحد الفكره بالزربه. قالت الناس اللي خدامين تما يوجدوا برنامج جديد غادي يدوز فيه عبد الهادي. فابيان غير سمع داك الشيء مشى عند كريستوف وقال له يرجعوا للخدمه ولا غادي يدي عبد الهادي ويمشي في حاله. وكريستوف وافق وخدموا سرباي في الكوزينه وقال له الا تمشى هادشي مزيان غادي نرجعك الخدمه ديالك العاديه. من بعد داو عبد الهادي وعطاوه بيرو ديالو. واحد البنت جات تعاونو يخدم البيسي وعبد الهادي مسكين ما عارف منين يبدا بقى غير كيدور في عينه. تما بدات كتصايب ليه الايميل ولكن قالت له السميه ديالك ديجا واخدينها وهو يتعصب وبدا كيعير حيت ساقين ليه سميتو وقال ليه صافي سمي اللي بغيتي غير تلقينا. كريستوف كان قرر يدخل عبد الهادي في واحد البرنامج كوميدي سميتو هو شريف والناس يبقاو يضحكوا عليه. البرنامج بدا ومقدم غوت لعبد الهادي باش يدخل عنده. الجمهور بداو كيضحكوا على اللبسه ديال العسكر اللي كان لابس ولكن عبد الهادي كان ما كيضحكش وحمر فيهم الشوفه حتى كلشي سقل. شويه بدا كيهضر ولكن ما قراش النص اللي كانوا كاتبين ليه. قال للجمهور باللي كاتبين ليه نكته على المهاجرين يقولها باش يضحكهم ولكن هو ما جايش تما باش يقول نكات. قال باللي التلفازه اختراع عظيم بزاف ولكن البرامج اللي كيدوزوا فيها غير تخربيق.
التطبيق، وبدا كيهضر لهم على الفقر والبطاله وقال لهم راه كينصبوا عليكم وانتم ما عايقينش، غادي يدير جهدو كامل باش يحارب هذا الشيء. كلشي اللي تما عجبته الهضره ديال عبد الهادي وبداو كيصفقوا عليه بالجهد. وملي شافوا الناس عجبهم عبد الهادي، المديره قالت لكريستوف يدخلوا في كاع البرامج اللي كاينين في القناه، وهو ما عجبوش الحال حيت ولات المديره في بلاصتو ومن ظهرها بان عبد الهادي باش يعاونها. ومن تما ما خلاو فين دوزو، داروا ليه مقابلات بزاف وقال بلي الهدف ديالو هو يرجع المانيا عظيمه عاوتاني. الشعبيه ديالو زادت بزاف وولا كيتلاقى مع القاده ديال الاحزاب كاع، وكلشي كانوا كيعجبوا الافكار ديالو والطريقه كيفاش كيأثر في الناس. وواحد النهار مشاو زاروا المقر ديال الحزب القديم ديالو، تلاقى مع الرئيس وسولو شنو حقق الحزب من مور الحرب. تما عبد الهادي حقرو وقال له اش كتخربق، واش هادشي اللي كنت كنوصي عليه في القناه؟ كريستوف فرح ملي شاف البوليس جاو كيقلبوا على عبد الهادي وقالوا بلي وصلوهم بزاف الشكايات على قبل القوانين ديال الكراهيه. المديره ما عرفتش ما دير، هو ينقص كريستوف وقال لهم يقدروا يحبسوا البرنامج ديال عبد الهادي ويتهناو، ولكن الكوميسير قال لهم ماشي مشكل يقدروا يكملوا غير ما يخليوش يعاير الناس وصافي. وتما المديره عاد ارتاحت، ولكن غير مشاو البوليس. كرومير جابت واحد الرساله لكريستوف وصلات على قبل داك الكلب اللي كان قتلو عبد الهادي، وكريستوف كان غادي يطير بالفرحه حيت غادي يشدوا منها. الغد ليه عبد الهادي كان دايز في البرنامج على خير وبخير، حتى جبدوا ليه الفيديو ديالو وهو كيتيري في داك الكلب. الجمهور تصدم وكلشي بقى فيه الكلب. ايوا عبد الهادي مع عصابي طلع له الدم وقال له الا ما حيدتش هذا الفيديو غادي ندير لك نفس الحاجه. بدا كيغوت وكيقول باللي غادي يجيب الدبابات حتى للاستوديو ويصفيها لهم. وكريستوف ديك الساعه كان فرحان ملي شاف الناس تقلبوا عليه. من مور ديك الفضيحه القناه جراو على المديره وداروا كريستوف هو المدير، وعبد الهادي مشى مع فابيان لدار موسكن معاهم وبدا كيكتب الكتاب الثاني ديالو. 3 شهور من بعد في القناه كانوا دايرين اجتماع كيناقشوا الخساره الكبيره اللي خسروا. كريستوف بدا كيقول لهم ما تخافوش كلشي غادي يتقال، ولكن واحد الموظف قال لي باللي غادي يستقل. كريستوف بدا كيترعد وتعصب بزاف. شويه واحد الموظف قال له علاش ما نرجعوش عبد الهادي، وفي البلاصه خرج قلب عليه حتى لقاه عند فابيان وقال له غادي يستثمر $1,000,000 في الفيلم اللي صوروا الا خلاوهم يدوزوه في القناه. من موراها مشاو عند كرومير اللي كانت خدامه في القناه، وجداتها شافت عبد الهادي وعرفاته وبدات كتقول له انت كنتي قتال، وقالت له خرج عليا من داري المجرم. في الطوموبيل عبد الهادي بدا كيضحك على كرومير حيت يهوديه وكيحقر ليهم. فابيان تما تخلع من داكشي اللي كيسمع. رجعوا للغابه اللي طاح فيها في الاول. فابيان بدا كيقول عبد الهادي تفكر شنو وقع قبل ما الكره تجي عنده، ولكن هي ما يحاول والو ما عاقل على حتى حاجه. في ديك الليله عبد الهادي كان خارج يشم شويه الهواء، هما يتلاقاو ليه الشفاره. فاش عرفوا قالوا ليه انت هو السبب اللي خلى المانيا ترجع للور، وضربوا الوجوه حتى غيب. ملي حل عينيه لقى راسو في السبيطار ومعاه المديره اللي جراو عليها. في ديك الوقيته كان فابيان كيراجع التسجيل ديال الفيديو القديم وشاف بلي عبد الهادي ناض من ديك البلاصه النيت. رجع ليها ولقى لوحه مكتوب فيها موقع الفورر، وفاش مشى للسبيطار ما لقاش عبد الهادي. بيليني قالت له راه مشى للبلاصه اللي غادي يصوروا فيها. فابيان كيترعد وقال لي بلي هذاك راه هو هتلر الحقيقي ماشي كيمثل، ولكن بيليني بقات كتضحك وما تيقاتوش. فابيان جعر وبدا كيغوت عليها باش تيقوا، وهي تغوت ليه الفرام اللي يشدوه ساعه قدر يهرب. ومشى نيشان لحق على عبد الهادي وملي وصل هز عليه السلاح وقال له يقول الحقيقه. عبد الهادي قال له بلي ملي جا هو كيقول لهم راه هو بصح هتلر ولكن حتى واحد ما تيقوا. هو يقول له زيد قدامي وطلعوا السطح ديال العماره. بدا كيعايرو كيقول له بلي هو وحش وقتال. عبد الهادي جاوبو بلي الناس العاديين هما اللي انتخبوا وثقوا فيه بمصير البلاد حيت عندهم نفس القيم. فابيان ما حسش براسو حتى تيرفع عبد الهادي وطيحو في الشارع. واحد شويه بدا كيسمع صوت عبد الهادي كيقول له بلي غادي يبقى عايش في وسط كل الماني. وفاش دار لقاه واقف موراه عاوتاني. تما سمعوا بليني قالت كات وكلشي كيبدا كيصفق عليهم. صدقوا غير كيصوروا الفيلم، وواحد الممثل هو اللي كان لاعب الدور ديال فابيان. في ديك الوقيته كرومير كانت كتبكي وهي كتشوف فابيان شادينه في المصحه العقليه. الفيلم نجح بزاف وعبد الهادي وبيليني كيدابزوا عليهم الناس باش يسنيو ليهم الاوتوغرافات، والناس في الشارع كلهم عجبهم عبد الهادي وكيسلموا عليه. وانت عزيزي المشاهد شكرا حيت بقيتي معنا حتى لهاد اللحظه. ما تبخلش عليا بلايك حيت واخا تبان لك صغيره راه كبيره بالنسبه ليا. كان معكم نصر الدين الزين، شارك معايا في القناه باش نتلاقاو في الفيديو الجاي.